سلامة الغزالة، جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللي فيها الشي بتجي تستاسيوني حدايا هنا، سوا هي سوا راجلها سوا اي واحد فيه الشي من الدراري الصغار. هذه وصفة آمنة وطبيعية 100%. كيف كتشوفوا معايا، أي صغبة ديال الشيب كطير ما كتبقاش من أول استعمال. وانتوما غتجربوا وغتحكموا بوحدكم وغتشوفوا. ما عليكم غير تمشيو عند شي عطار حداكم وكتجيبوا تشاكاوت. هلا لا تشاكاوت، هذه هي العشبة ديال التشاكاوت كي شفتوا معايا. كتاخدي شي 5 دراهم ولا 10. أنا من الأحسن البنات تاخدو كونتيتي كتيرة باش تحمروها في مرة وطحنوها وتخليوها عندكم في الدار، يعني متبقاش كل مرة تاخدوها وتعاودو طحنو وداك الشي. كي شفتو هنايا فاش كتاخدو تاكاوت، هادي أنا خديت غير 5 دراهم، راه عندي ديجا مطحونة وقادة. غير بغيت نوريكم كيفاش الطريقة ديالها كيفاش كتصوب. كتاخدوها هكا كتنقيوها وكي شفتو معايا راه عامرة غبرة. كتاخدو شي غربال أنا درت هاد الصفاية هكا وغربلتها حيت من هاديك التراب اللي لتحت صافي، وكديروها في شي مقلة. هادي أنا مخلية هاد المقلة غير الوصفات. صافي كتحطوها وكديروا معاها شوية د زيت العود. اللي ما عنده زيت العود يدير زيت الرومية، ومن الأحسن ديروا شوية د زيت العود بحال هكا ماشي بزاف، كيما تقريبا واحد المعلقة كبيرة. صافي وكتخليوها تحمر. بالنسبة للبنات اللي كيف قلت لكم، من الأحسن ما تبقاوش ديروا الصبغات، ديروا غير هاد الوصفات الطبيعية، حيت الصباغة فاش كديريها راه كضر لك الشيب ميم با واحد الشهر ما كاملش وكيعاود يكسر لك الشيب. يعني بحال كنقولوا فاش كتبداو الصبايغ للشعر بحال غير كتهيجوا الشيب. اما بالنسبه للناس اللي ما باغينش يهيجوا او لا بغاو يستعملوا وصفات طبيعيه يقدروا يخدموا هاد التكاوت هكا. كتكحل الشعر. وبالنسبه للبنات اللي ما بغاوش شعرهم يكحل، يعني بغاو يديروا غير يدرجوا الشيب، كتقدروا تخلطوا تكاوت مع الحنه. ما كيعطيكمش داك الكحل 100%، يعني كيعطيكم شويه كحل خفيف، ماشي داك الكحل الغري. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا الكحل الغري راه كيديروا تكاوت وكيزيدوا معاه شويه ديال الحديده الحمراء وكيخلطوا. انا هنايا نوريكم واحد الوصفه كنديرها. كنضرب عصفورين بحجر واحد، منها كتكحل لي اللون ديال الشعر وتبارك الله كتكتر لي الشعر. والخلفه راه كتجيني تقريبا راه مهوده ليا حتى للجبهه تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كلشي على عينيكم البنات. كي شفتوا هنايا راه كياخد شويه الوقت. كتبقاو تحمروا ولا كنشوف كوزينه ولا شي حاجه ضروري حلوا الشارجم حيت كتعطي واحد الريحه ما زويناش. صافي انا هنا ما بغيتش نطفي، بغيت نبقى غادا معاكم هكا في لا فيديو باش تشوفوا الطريقه ديال التحمار. داكشي علاش خليت لا فيديو يتعطل، حيت قال لي كيحمر غير شويه يقول لك لا صافي هذه هي الطريقه. كتبقاي بشويه بشويه هكا. بريسك ياخد تقريبا واحد شي ربع ساعه ديال التحمار باش كيعطيك اللون. هانتوما شوفوا مازال هنا كيبان ليا شويه باقي ما تحمرش. المهم انا عيني ميزاني حتى كيكحلوا الحبات كاملين. الا بقاو شي حبات كبار ما مديرش ماشي مشكل باش ما يتحرقش ليا. هانتوما شوفوا هنا البنات صافي تقريبا راه تحمر. ملي كيتحمر البنات باش تخليوه يبرد ما تخليوش في نفس المقله، حيت كيعاود كديك السخونيه كتعاود ترجع ليه وعاود يتحرق. ضروري تخوف شي طبسيل ولا ديال البديع ولا شي حاجه ديال الحديد ولا كيف ما كانت. المهم ما تخليوش المقله. انا خويتها هنايا صافي وغنشدها غنطحنها في المولينكس. اللي بغى يدير لها مولينكس واللي بغى يدير لها المهراز حتى هي. صافي كطحن مزيان. هانتوما شوفوا معايا هنايا فاش طحنتها. هذا هو المكونات اللي كندير معاها. فريمون البنات مكونات خطيرين وزوينين زوين تلقاهم في كاع عند اي عطار. هنايا كناخذ القرنفل مطحون، وعندي الحنه ديال الشعر حتى هي مطحونه على اليد، وعندي الخزامه حتى هي مطحونه على اليد. هاد الوصفه البنات بالنسبه للبنات اللي ما بغاوش يكحلوا شعرهم كيقدروا يديروها 3 المكونات. كيوليو دوك الشيبات اللي عندهم حمرين. اللي بغا بالنسبه يخلي اللون ديال شعره طبيعي ويخلي هادوك الشيبات يوليو غير حمرين ماشي كحلين، كديري هاد الوصفه بوحدها ما كديريش معاها تكاوت. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يكحلوا شعرهم وما يجيش كحل غري كيدير هاد الوصفه هي اللي كندير انا. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه اللي كندير. هاو هنايا من بعد ما طحن تكاوت، من بعد ما طحنات كناخد واحد الجبانيه كندير فيها معلقه ديال القرنفل المطحون. هانتوما شوفوا كناخد ديال الماء طايب كنحركها هكا. كناخد تقريبا واحد المعلقه مع مرج ديال الخزامه. الخزامه مهمه لشعر البنات، كتعطي الريحه وزوينه زوينه بزاف من ناحيه المواد ديال الشعر. وكناخد معلقه صغيره ديال الحنه حتى هي
كيف قلت لكم الحنة ديال الشعر اللي مدقوقة. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان، عاد كنبدا نزيد التكاوت ديالي. هانتوما شوفوا على حسب الطول ديال شعركم، اللي شعرها طويل راه عندكم ميزانكم الكمية اللي غتقدر تقدكم. هانتوما شوفوا معايا كنبقى نحرك. انا تقريبا درت شي 3 المعالق صغار ولا 4 على حسب الكتورية والكثرة ديال الشعر. اللي شعرها قصير تقدر دير غير معلقة كبيرة صافي، واللي شعرها كثير كيف قلت لكم. بالنسبة اللي بغات الشعر كحل غري راه دير غير تكاوس وقرنفل، تخلط الماء مع القرنفل وتخدم بها راه كتجي مزيانة. وزيد شوية الحديدة الحمراء عرفتي هي كتباع د العطار. واللي بغات شعرها ما يجيش كحل كحل يعني كحل غري، تخلط مع الحنة والخزامة وكيف قلت لكم القرنفل. انا هاد الخلطة فريمون راه زوينة بزاف، وغتشوفوا البنات لي هير بيبي غينوض والخلفة غتنوض ليكم، وشعركم راه تبارك الله يغطي لكم من الجبهة بكثرة ما كينزل الشعر وكيكثر. يعني راه عن تجربة نشوفوا تشوفوا معايا انا هنايا كنابليكيها. كتقسموا الشعر وكتبداو تعمروا. انا كنديرها الشعر كامل 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 كندير هادي. واللي ما بغاش يبدل اللون ديال الاطراف ديال التحت ديال شعره بارك عليه يديرها غير البلايص اللي فيهم بحال هاد الطريقه كيف درت انا. ما كنديرهاش اللور ديال شعري، كنديرها غير القدام ديال شعري بحال هكا. يعني غير فين كاينه الخلفه وفين نايض الشيب وفين الوسط ديال شعري البلاصه ديال الفرقه. وضروري البنات ديروا شي بلاستيكه ولا شي ليغا. على ود راه كتكحل الظفر. انا كنت غادي الحمام درت لها ايدي عادي. الا كنتو غتعوموا في الدار ما ديروش ايدكم حيت كيبقى الصبيعات موسخين كحلين. هانتوما شفتوا انا درت هاد البلاصه اللور ديال شعري راه ما درتوش حيت كيعجبني اللون التحتاني اللي في شعري، ما بغيتش نخربقه. دونك هذا هو اللون اللي درت هنايا. كيف قلت لكم انا راني شعري ما بغيتش نكحلو، راه درت ليه هانتوما شوفوا كيف قلت لكم في الخلفه راه كتكون نازله لكم حتى لتحت تبارك الله ما شاء الله. دونك هاد الطريقه راه زوينه. وخليو لي كومونتير اللي بغى عنده شي تساؤل ولا شي حاجه يخليه ليا، نفيدكم بزاف فهادشي ديال الشعر. ومن بعد البنات نوريكم شعري كيفاش كان وكيفاش ولا ان شاء الله في شي فيديو قادم ان شاء الله.